الكلام اللي أنت هتسمعه ده يا أبو الكباتن كارثة وفضيحة حرفيًا، كلام بيسيء للكرة المصرية وبيعرّفك الكرة المصرية رايحة لحد فين، اسمع كده كابتن النادي الأهلي أيمن أشرف بيقول إيه. بعض المدربين بيقبضوا فلوس، وانا الكلام ده مسؤول عنه، بيقبضوا فلوس من اللعيبه في الدوري الممتاز، بس مش بشكل مباشر. يعني شرح ده في ده، لا مش بشكل مباشر، بتلف لفه كده، ودي حاجه فساد. تلف لفه بتلف لفه يعني الوكيل يروح انت تاخد مثلا في نادي فلان تاخد مثلا مليون جنيه، تعالى انا هجيب لك 5، فاللاعب يفرح 5، يقول له بس في 2 زياده يتحطوا في العقد دول هتديهم لي، مالكش دعوه مالكش دعوه بيهم، هنا كتب 7 هتكتب 7. فساد ولا مش فساد؟ يعني بقول للمدربين دول راعوا ربنا شويه، راعوا ربنا، يعني في الاخر هي قضيه وصاله يعني وكل. طب متخيل معايا ملخص كلامه كده والناس اللي ما فهمتش كلامه بشكل واضح، الكابتن ايمن اشرف بيقول لك ان بعض المدربين في مصر بيتفقوا مع وكلاء اللعيبه ان هم يعملوا بقى ان هم يجيبوا اللاعب من دول، الوكيل يتفق مع اللاعب ان هو ياخد مثلا 5 مليون ولكن في عقده هيتكتب 7 مليون عشان الوكيل والمدرب اصلا اللي في الفريق اللي هو اللاعب هينتقل له ياخدوا ال 2 مليون. وبعد كده اصلا بيقول لك ان المدرب ده بيبقى كده عارف ان هو ماتش في التاني وهيتم ايه، هيمشوه يعني هيركبوه الزحليقه او بسبب طبعا سوء النتائج، ولكن هو اصلا مش فارق له الفريق ولا فارق له المشروع ولا بيشتغل على كل الكلام ده. هو في بدايه الموسم بس بيبقى مثلا بيتفق مع الوكيل على 6 لعيبه، في كل لاعب مثلا مليون جنيه، ف6 مليون جنيه ده غير اصلا المرتب بتاعه يعني 6 مليون جنيه في الشمال يعني. فبس كده فبالنسبه له المصلحه قضيت، فيتشال بقى بعد تاني ماتش، يتشال بعد تالت ماتش، الموضوع مش فارق. ايمن اشرف اقسم بالله ان هو الكلام ده حصل قدام عينيه وحصل مع لاعبين زمايله، وعشان بس الرقابه وعشان ما حدش ياخد الموضوع بشكل شخصي ويشوف الكابتن ايمن اشرف يعني كان بعد ما مشي من النادي الاهلي اتدرب تحت مين، فقال لك بعض المدربين عشان يعني يخليها عايمه كده ومش معروف هو يقصد مين بالظبط. ولكن الكلام ده لو حصل فبصراحه هي فضيحه وكارثه وبتوضح لك الكره المصريه رايحه فين ورايحه في اتجاه عامل ازاي. الكره المصريه بره اهلي وزمالك وبيراميدز الثلاث انديه دول رغم ان في مشاكل ولكن بسيطه، الكره المصريه بره الثلاثه دول كارثه وفضيحه، ودي مش اول لاعب وده مش اول لاعب يطلع علينا ويقول الكلام ده كله. فبصراحه الواحد مش عارف يعني فين الرقابه وفين المسؤولين، فين الضمير اصلا، طب احنا هنتطور امتى، طب احنا هنوصل امتى. فعشان كده بنقول المدرب اللي يتم اقالته في بدايه الموسم مش عايزين نشوفه تاني، يعني مش عايزين، المفروض يبقى في قانون كده يمنع المدرب ان هو يمسك ناديين في اكتر في الموسم الواحد. يعني لازم يبقى في قانون يمنع المدرب ان هو يمسك ناديين في موسم واحد. واتمنى بقى المدربين اللي هي المصالح اللي احنا بنتكلم عليها، المدربين اللي هي كل موسم بتلف على 6 انديه، فاكيد هو يقصد المدربين دول، واكيد بالمنطق كده المدرب اللي بيلف على كل الانديه وبيمشي اكيد بيعمل يعني هي دايره وساقيه زي ما بنقول. فاعتقد كده المفروض يتعرفوا بسهوله جدا، ونتمنى ان هم يخرجوا بقى من القاره المصريه وندي فرصه للشباب. انت بتتكلم في مدرب وادي دجله يعني محمد الشيخ عنده 32 سنه ومكسر الدنيا، فآن الاوان بقى ان احنا نخلص من الناس اللي هنا كده اللي هم يعني الشمال